انت عارف ليه الاهلاويه بيقولوا لك انت كزملكاوي ليه بيراميدز خد مكانك انت؟ بص، انا عايزك تراجع معايا كده الزمن ونشوف الموضوع ده. انت مش بتشوف الاهلي كده كل 4 5 سنين بيمسك فرق القاره كلها بالدوري المصري غسيل ومكوى؟ بيمسكهم كده يقعد يفرتك فيهم. الكلام ده جاي منين؟ جاي من الاهلي قعد 5 سنين بيدور على رقم ينافس بيه نفسه. يعني الاهلي بيدور ان هو عايز يكسب بطوله افريقيا ال3 مرات على التوالي، مش يجيب السته بس، لا هو عايز يكسبها 3 مرات على التوالي. ليه؟ ده رقم انا ما عملتوش قبل كده ولا حد عمله قبل كده. فالاهلي بيدور على حاجه هو ما عملهاش. فالاهلي من كتر ما هو بيحاول يسعى على حاجه زي دي بيجي عليه موسم بيتعب فيه، فايه اللي بيحصل؟ فبتقع منه كام بطوله. مين اللي كان بيلمهم؟ حضرتك انت الزمالك، انت اللي كنت بتلمهم. فدلوقتي جالك نادي هو اللي بيلم منك ده، فانت مش واخد بالك وبتقول ان هو واخد مكاني. يا جدعان محدش يا جدعان، ولا في فريق في القاره هيقدر ياخد مكان النادي الاهلي. النادي الاهلي في حته تانية، في فرق سنين ضوئيه ما بينه وبين اي نادي تاني موجود في القاره، ويمكن كمان في القاره اللي جنبنا. الاهلي في حته تانية يا جدعان. فانت ما تجيش في مره تجيب لي نادي لسه طالع ومغير اسمه من اسيوط البيراميدز وتقول لي ده هياخد مكان الاهلي. قطع المحضر ده. مفيش ولا نادي في القاره كلها هيعرف يعمل الكلام ده. الاهلي يا جدعان في حته تانية، الاهلي في حته تانية.